اهلا اهلا في حلقات جديده من الموسم الجديد. اتكلمنا قبل كده في حلقه فاتت عن الشنط واشكالها، الشكل ايه بيتلبس فين. النهارده هنتكلم عن الشنط بس بشكل مختلف شويه، هنتكلم نلبسها بطريقه مختلفه غير المعتاده اللي بنلبسها. ده بيخلي شكلها ممكن نقول فاشن اكتر او موضه اكتر، ممكن يحل لنا حاجات. يعني لو الشنطه طويله نخليها قصيره. تعالوا بسرعه بقى ندخل في الموضوع على طول واقول لكم ازاي نلبس الشنط بطريقه مختلفه. اول حاجه الشنطه العاديه احنا ممكن بنلبسها كروس، ده الطبيعي بتاعها. تعالوا نلبسها زي ويست باج. هنعملها كده ونلف الدراع بتاعها مرتين كده وندخل الشنطه فيها. كمان لو بتلبسي الشنطه على كتفك كده وعايزه تقصريها شويه، بحركه سهله جدا هتعرفي تعمليها. تفتحي الشنطه وتاخدي اليمين هنا وتلفيها، تاخدي الشمال هنا، ترجعي تقفلي الشنطه. ودي حركه بسيطه قوي لتقصير الشنطه. تعالى اقول لكم على طريقه تانية للويست باج حلوه وسهله ولذيذه برضو. انت ممكن تشيلي الشنطه كده من جنب، هتبقى كده بالشكل ده. تاخديها تلفيها على وسطك وتدخليها من جوه الشنطه، وتلفيها حوالين الشنطه وتربطيها هنا. ودي كمان طريقه سهله تقدري تعملي بيها الشنطه ويست باج. ولو شنطتك زي دي يعني ليها ايد قصيره وايد طويله، انت ممكن تستخدمي الستراب بتاعتها الطويله دي كحزام. تعالي اوريكي. بحاول اظبط الحزام في النص عشان يديني حزام مظبوط. ولو عندك شنطه ايديها قصيره زي دي، ممكن نحلها بسكارف خفيف. انا جبت سكارف خفيف وربطته في الحلقه اللي جنب الشنطه، وهربط الطرف التاني من الحلقه التانيه، وهنلفها على ايد الشنطه كذا مره بالمنظر ده. وده هيكون شكلها. حل عملي وسريع. ولو الشنطه لبخاكي على كتفك او حتى كروس، تقدري تعمليها باك باك، بان انتي تلبسيها بالمشقلب كده وتدخلي الحزام كله من ورا، وبكل بساطه ترميها على ورا. يا رب يا رب حلقه النهارده تكون مختلفه وعجبتكم. ولو عايزين اي استفسارات او تسالوني على اي حاجه، اكتبوا لي في الكومنتس.